أهلا بكم في قناة فسر لي، أقوى قناة تفسير أحلام لأقوى المفسرين. تابعونا دائما لكل جديد في تفسير الأحلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل جديد. تفسير تكرار رؤية المدرسة في المنام للعزباء. تكرار رؤية المدرسة في المنام للعزباء. من رأت المدرسة أكثر من مرة في منامها يشير إلى شغفها في التعلم ورغبتها الملحة في الدراسة وعدم توقفها عند مرحلة معينة. من شاهدت تكرار رؤية المدرسة وهي تبكي يشير إلى سماعها للأخبار السيئة التي تجعلها تدخل في حالة اكتئاب، وعليها التوجه بالدعاء إلى ربها حتى تمر تلك الفترة بسلام. رؤية تكرار الامتحانات في المدرسة يرمز ذلك إلى تعرض الرائية لامتحان صعب في حياتها، وعليها الصبر والتحمل حتى تجتازه بنجاح. من رأت أنها ترتدي اللون الأبيض في المدرسة التي تتكرر رؤيتها يؤول ذلك إلى اقتراب زواجها من شخص يعمل في التدريس، والله أعلم. من شاهدت خوفها من تكرار رؤية المدرسة يكون ذلك إشارة إلى المخاوف التي تعيش بها وتسيطر عليها، وعليها أن تثق في الله أنه لن يضرها أبدا. مشاهدة المدرسة أكثر من مرة تدهن باللون الأبيض ينم ذلك عن رغبتها في الزواج وإلحاحها على الله بذلك، وبشرى لها باقتراب موعد زواجها من شخص صالح. تكرار رؤية المدرسة الابتدائية في المنام للعزباء. من رأت تكرار رؤية المدرسة الابتدائية تهدم يؤول إلى مشاكل نفسية تعرضت لها الرائية في تلك الفترة من حياتها وعدم قدرتها على تخطيها، وعليها الدعاء لله حتى تستطيع تخطيها. من رأت تكرار عودتها إلى المدرسة الابتدائية يؤول ذلك إلى محاولتها في تخطي الحالة النفسية السيئة التي تمر بها في الفترة الحالية من حياتها. رؤية سعادتها أثناء تكرار زيارتها للمدرسة الابتدائية يرمز ذلك إلى سماعها للأخبار الجيدة التي تنتظرها منذ فترة والتي ستجعل حياتها تتحول للأحسن. من شاهدت تكرار رؤية المدرسة الابتدائية والإعدادية يشير ذلك إلى حفظها لكل ما تعلمته في حياتها والسير به، مما يجعلها متفوقة في حياتها العملية والعلمية. مشاهدة المدرسة الابتدائية بشكل دائم تكون هذه دلالة على اجتهادها في الوصول إلى شيء ما ترغب في تحقيقه، وبشرى لها باقتراب حدوث ذلك الأمر. من رأت تكرار ذهابها إلى المدرسة الابتدائية لاستلام نتائجها يدل ذلك على خوفها من الله والابتعاد عن كل ما يغضبه منها وعمل الكثير من الأعمال الصالحة التي تقربها منه. من شاهدت المدرسة الابتدائية تجري ورائها أكثر من مرة يكون ذلك تحذير لها بالتوقف عن الأعمال السيئة التي ترتكبها وتجعل الله غاضب منها، وعودتها إلى طريق الله قبل فوات الأوان. تكرار رؤية الذهاب إلى المدرسة في المنام للعزباء. رؤية تكرار الذهاب مع أشخاص لا تعرفهم إلى المدرسة يكون ذلك دلالة على حنينها لأحد أصدقائها المقربين ورغبتها في إعادة التواصل بينهما، ولكنها غير قادرة على ذلك. من رأت أنها لا تستطيع تكرار ذهابها إلى المدرسة يؤول ذلك إلى العقبات التي تواجهها في طريقها والتي لا تستطيع تخطيها لمواصلة السير، ويجب عليها أن تستعين بالله حتى تنجح في تخطيها. مشاهدة تكرار الذهاب إلى مدرسة موجودة وسط المقابر يرمز ذلك إلى حاجة أحد المتوفيين الذي تعرفهم إلى إقامة الصدقات والأعمال الخيرية لهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. من شاهدت ذهابها إلى المدرسة مع أبيها المتوفى يشير ذلك إلى حاجة أبيها في أن تتذكر كل التعاليم التي علمها لها حتى تستطيع تخطي المحن الواقعة فيها التي رأت ذهابها مع شخص غريب إلى المدرسة. يؤول
يؤول ذلك إلى زواجها من شخص حسن الخلق والسمعة سيجعل حياتها معه سعيدة هادئة، التي شاهدت ذهاب أختها الحامل أكثر من مرة إلى المدرسة. يدل ذلك على حاجة أختها للمساندة منها نظرا للفترة الصعبة التي تمر بها في الولادة. مشاهدة تكرار سماع الجرس أثناء ذهابها إلى المدرسة يكون ذلك إشارة إلى وجود أحد الأشخاص حولها يجب أن تتنبه منه، حيث إن ذلك الشخص يحاول التخريف في حياتها ويكن لها الكره. تكرار رؤية الهروب من المدرسة في المنام للعزباء. من رأت أنها تهرب باستمرار من المدرسة قد يكون ذلك دلالة على رغبتها في ترك خطيبها وعدم تكملة الزواج منه بسبب معاملته السيئة معها. رؤية الهروب المتكرر مع شخص غريب من المدرسة يرمز ذلك إلى رغبتها في التخلص من الحياة في منزل والديها بالزواج، لذلك تلح بالدعاء بالزواج. مشاهدة هروب أخيها المتكرر من المدرسة يؤول ذلك إلى وقوع أخيها في مشكلة كبيرة لا يستطيع الخروج منها، ويجب عليها مساعدة أخيها حتى يتخلص من تلك العقبات قبل أن تؤثر على نفسيته بالسلب. من شاهدت تكرار هروب أختها المتزوجة مع زوجها من المدرسة يشير ذلك إلى اقتراب موعد زواجها من شخص يساعدها على التخلص من كل الأمور السيئة التي واجهتها في حياتها. رؤية تكرار الهرب من المدرسة للذهاب إلى العمل يدل ذلك على اجتهادها في العمل وإتمامه على أكمل وجه، مما يجعل مديرها يثق فيها ويعتمد عليها في كثير من الأعمال. مشاهدة هروبها حافية القدمين مع والدها أكثر من مرة من المدرسة ينم ذلك عن تعرض والدها لضائقة مادية تجعله يمر بحالة نفسية سيئة، وعليها مساعدة والدها على الخروج من تلك الحالة. تكرار رؤية إقامة الحفلات في المدرسة في المنام للعزباء. من رأت أشخاص يرتدون الأسود في حفلة مقامة في المدرسة يشير ذلك إلى اقتراب أجل أحد الأشخاص المقربين منها، مما يجعلها تدخل في حالة نفسية سيئة جدا تصل إلى الاكتئاب. من شاهدت تكرار إقامة الحفلات في المدرسة يرمز إلى حدوث مناسبة سعيدة في حياتها، ربما زواجها أو نجاحها أو ترقيتها في العمل، والله أعلم. رؤية سعادتها بتكرار إقامة الحفلات في المدرسة يؤول ذلك إلى حصولها على خير وفير وتبدل حالتها النفسية من الأسوأ إلى الأحسن. رؤية صديقتها تقوم بإقامة حفلات متكررة في المدرسة ولا تدعوها يدل ذلك على عدم حب تلك الصديقة لها، ويجب عليها الابتعاد عنها لأنها تظهر لها عكس ما تخفي. من رأت شخص غريب يمنعها من الذهاب المتكرر إلى الحفلات المقامة في المدرسة يشير ذلك إلى زواجها من شخص يتقي الله سيجعلها تسير معه في طريق الله، طريق الحق، وتبتعد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. من شاهدت بكاءها أثناء حضور حفلة في المدرسة أكثر من مرة يكون هذا الحلم تحذير لها بمراجعة أفعالها التي تقوم بها حتى لا ينزل الله غضبه عليها. رؤية تكرار رفض والدتها لذهابها إلى الحفلات المقامة في المدرسة ينم ذلك عن حب والدتها الشديد لها ومحاولتها المستمرة في حمايتها من كل ضرر يمكن أن يصيبها. شكرا لكم على وصولكم إلى هنا، ونتمنى لكم أحلاما طيبة، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من تفاسير الأحلام والرؤى على قناة فسر لي.